انا شكلي بنفخ في قربة مخرومه، عمال اعدي وبفوت وريته بيتمر ولا بينفع. انفخ انفخ يا واد واستحمل وهتعدي ان شاء الله. انفخ في قربة مخرومه. الله يبارك لك يا حاج ويديك الصحه يا رب. يا حاج مالك يا حاج؟ يا حاج يا حاج استرها يا رب، استرها يا رب، انا مش حمل حاجه يا حاج. يا حاج والنبي ما تعملش فيها كده. استرها يا رب، استرها يا رب يا حاج. مش وقتك خالص يا دعاء، يا دعاء. طمني يا رشدي، الشغل ماشي ولا مقفله معاك كالعاده؟ الشغل ماشي طبعا، ماشي جدا، ده انا هرجع لك بالمحل كله. طب يعني ايه الاخبار؟ هنلحق نجيب الهدوم النهارده؟ طبعا هجيب له كل حاجه، ده الشغل بصي زي الحلاوه. طب ربنا يكرم، ما تتاخرش بقى عشان نلحق نجيب الهدوم قبل ما المحلات تقفل. مش مشكله يا دعاء، لو المحلات قفلت هفتحها. اقفلي بقى عشان في زبون بيشاور لي، اقفلي. سلام. يا ربي انا عملت ايه بس؟ لازم اطلع بيها على المستشفى. استرها يا رب. يا جلال عشان خاطري ما تقلقش، قلت لك ال 40,000 جنيه هيبقوا عندك النهارده، يعني هيبقوا عندك النهارده، مالكش دعوه بقى انا هعمل ايه. انا لو هعمل مصيبه عشان اكمل الفلوس دي انا هعملها عشان خاطرك. انا مش هسيبك يا واد، انت اخويا، اخص عليك. جلال عشان خاطري مش عايزه اسمع صوتك متضايق كده، قلت لك خلاص بقى يا سيدي هكملهم. انا معايا 7,000 جنيه اتصرفت فيهم خلاص، واللي باقي مش كتير، يعني كده باقي تقريبا حوالي 33,000. قلت لك هتصرف النهارده او بكره بالكتير. ماشي، باي. انا يا ست ليلي انجزي، عندنا شغل. حاضر. لا مش وقت سرحان وتوه، الله يسترك، نراعي اللقم. ها يلا. لو سمحت والنبي حالة الحاج اللي جوه ايه؟ تتهرب له؟ لا قصدي يعني حاجه زي كده. يعني علاقتك بيه ايه؟ بصراحه هو كان راكب معايا واغمى عليه، جبته على هنا. هو شويه وهيفوق. الدكتور بيقول حاله اجهاد عصبي رفع له الضغط، بس متعلق له محاليل وشويه والدنيا تبقى تمام. ربنا يسترها ان شاء الله. ممكن بعد اذنك لما يفوق تبلغني ضروري؟ حاضر. بس مش شايف ان قالك على واحد ما تعرفوش دي غريبه شويه؟ هو المفروض يعني عشان ما اعرفوش ارميه واجري ما اسالش فيه؟ طب خلاص يا سيدي، خلاص ما تزعلش. اهدى اهدى. هو ايه اللي بيحصل هنا؟ احنا فين هنا؟ انا متاكده ان الفلوس كانت في الشنطه. اهدوا بس يا هوانم. في ايه يا راجل؟ في ايه؟ الهوانم مالهم؟ ايه اللي حصل يا فندم؟ انا مش لاقيه الكل بتاعي. دهب. هيفرق معاك قوي، شد بلاستر. انا كان في 10,000 جنيه في الشنطه بتاعتي ومش لاقياهم. وانا السلسله اخر مره كنت حاطها قدامي وانا بعمل الستيم، وانا كنت بعمل سكراب في ايدي وفجاه ما لقيتش الاسوره بتاعتي. يا نهار اسود، كل ده حصل؟ بس ازاي يا فندم؟ انا المكان عندي محترم جدا، عمره ما حصل فيه الحاجات دي. وهو حصل، واديني لافل لكم المحل واخرب بيوتكم لو الكوليه بتاعي ده ما ظهرش وطلع دلوقتي حالا. ايه ده يا فندم؟ ايه ده يا فندم؟ يعني اهون عليكي برضو، ده انت زبونتي من زمان. كل حاجه هترجع، كل حاجه هترجع. هي ليلي فين؟ معرفش. اشترك في باقات واتشت الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية تبدأ من 150 جنيه.